مساء الخير على حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم عصير مفيد جدا وصحي لولادنا، جزر بالبرتقال او برتقال بالجزر. معانا هنا الجزر بشرينه والبرتقال مقطعينه صغير، وهنجيب الخلاط اهو عشان نضرب فيه. طبعا هحط البرتقال وهحط الجزر. انا محبتش اسلق الجزر عشان ما تضيعش قيمته الغذائيه اللي فيه، فحبيت ابشرها. وبعدين هنحط الميه، كميه الميه اللي احنا محتاجينها، مش كتير قوي. خلاص كده حطينا كميه الميه، وهنحط السكر. سكر طبعا مش كتير عشان ما يبقاش مسكر معانا. هنقفل الخلاط. خلاص كده هنضربهم كويس طبعا في الخلاط. هم حبايبي زي ما انتم شايفين ضربناهم في الخلاط، شايفين جماله ازاي حلو ان شاء الله. هو مفيد جدا وصحي. جايبين الشوب والمصفى عشان نصفيهم بالمصفى. حبايبي هصفيهم الكمية كلها طبعا. زي ما انتوا شايفين حبايبي صفيت الكمية كلها، زي ما انتوا شايفين حلو ازاي وتقيل. طبعا اللي انتوا عايزينه تقيل، مش عايزين تخففوه تزودوا المية. طبعا بجوجو جنبي بتساعدني في المطبخ. زي ما انتوا شايفين حبايبي، شايفين قوامه حلو ازاي. وزي ما قلنا عصير البرتقال بالجزر مفيد جدا، كمان لو بنجر ده تحفة كمان مع العصير، وصحي لولادنا زي ما قلت لكم. كمان لو اولادنا في مدارس تحطوا لهم في الازايز، يبقى عصير فريش احسن من عصير العلب بتاع بره، كل مواد حافظة ومحدش ضامنه، بيبقى فيه بلاوي. لكن حاجة البيت بتبقى حلوة طبعا. زي ما انتوا شايفين حبايبي، خلاص صبنا في الكوبايات. متنسوش حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. طبعا ديت حبايبي مكان ما عصرنا العصير اللي هو ايه، مكان الجزر والبرتقال ده طبعا ما ترموهوش، ده مفيد جدا لاطفالنا الصغيرين اللي عمرهم اقل من سنة او سنة. ده تاكلوه لهم حلو جدا. انا بصراحة اكلته لابني عجبه جدا جدا. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، والعصير طبعا جميل. يلا باي باي.